السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم التاكو المكسيكي بأسهل طريقة. ودلوقتي مع المقادير والطريقة. سندوتشات لذيذة وجميلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. بتبقى مقرمشة وحلوة، تتاكل بقى جنب بطاطس وكده، وهي السلطة منها فيها كاملة يعني. دلوقتي هنجيب حلة فيها معلقتين زيت وبصلية صغيرة كده مقطعة، ونشوحها لحد ما لونها يتغير شوية كده، يبقى شفاف. بعد كده هنحط ربع كيلو لحمة مفرومة، وبنعملها زي ما حضراتكم شايفين كده عشان ما تبقاش مكتلة. بنقلبها حلو تتشوح، ونحط بقى البهارات: ملح وفلفل اسمر وكمون وبابريكا وشطة وتوم باودر وكمون. بنقلب كويس، طبعا كل التطعيمات دي بتخلي اللحمة جميلة. بنقلبها كده حلو. شايفين لونها اتغير ازاي؟ بنبتدي بقى نجيب معلقة نشا، بندوبها في حبة ماء صغيرين، ونص كوباية صلصة مسبكة على النار، طماطم مسبكة مضروبة في الخلاط يعني. بنحطها عليه بقى بنحط نشا عشان اللحمة تتماسك مع بعضيها، ما تبقاش مفرفطة في السندوتش وتقع منه، تديها تماسك وقوام حلو كده. بنقلبها كده تقلبتين لحد بس ما تمتص النشا دي والنشا يستوي. ونقفل بقى عليها ونخليها تهدى خالص، ونصفي طبعا الزيت الزيادة منها. دلوقتي هنعمل السلطة اللي هنحطها في الساندوتش. دلوقتي طماطم مقطعة، طماطميتين مقطعين كده زي ما حضراتكم شايفين، وبصلاية صغيرة مقطعة، وكزبرة خضرة، ومعلقتين زيت، وحبة ملح صغيرين قوي، وعصير نص ليمونة. وبنقلب بقى الحاجات الجميلة دي مع بعض. طبعا الخضروات دي كلها مغذية وحلوة قوي. بنقلبها ونركنها بقى عشان تتشرب من بعضيها. هنبتدي نعمل بقى ان شاء الله الخبز بتاع التاكو. عندنا كوباية دقيق ذرة اصفر، نص كوباية دقيق عادي الابيض ده، ورشة ملح. وبنقلب المقادير دي كلها مع بعض. هنبتدي بقى نحط معلقتين زيت ونقلب برضو، وهنعجن بالمية، مية عادية، حبة حبة ومع العجن بالراحة كده. ما ندلقش المية مرة واحدة، على حسب ما العجينة تاخد. نفضل نعجن لحد ما يبقى معانا عجينة كده لينة وحلوة. هبتدي اعجن بايدي بقى عشان اشوف ملمس العجينة. شايفين حضراتكم بتنعم ازاي؟ بس برضو حط لها حبة تاني، لانها تعبتني في الفرد يعني شوية. شايفين في التقطيع دلوقتي هنقطعها بتبقى قاسية سنة، نحط لها سنة مية تاني. انتوا حطوا لها بقى سنة مية تاني. شايفين بنعملها رول كده، ونقطعها بقى قطع متساوية زي ما حضراتكم شايفين جامدة شوية، لا تبقى تحطوا لها انتوا بقى حبة مية تاني زيادة عشان تبقى لينة شوية كده. وبنعملها بقى كور على قد الرغيف. سهلة وما بتاخدش وقت وجميلة جدا. وتنويع بقى، بنرش بقى على الرخامة، بنرش حبة دقيق ذرة عشان نفرد عليها بالنشابة. ناخد كل كرة ونفردها كده بالراحة، عشان هو الدقيق بتاع الذرة بيبقى سايب شوية، مش بيبقى متماسك. شوف بالراحة خالص، غلبتني عقبال ما عملتها. كل ده عشان طلباتكم. دلوقتي بنخرمها بالشوكة عشان ما تقبش زي الرغيف كده. بنحطها بحرص في طاسة مليانة زيت عميق، ومش سخن قوي يعني، سخن يا دوبك عشان ما يتحرقش. وشوف بصوا بعمل ازاي، بيتحط دقيقة بس كده، واقوم عاملاه بمعلقتين كده عشان يعمل تجويف بتاع السندوتش، ويتحمر بقى من الناحية دي ومن الناحية دي، ايوه عشان يدي قرمشة زي ما حضراتكم شايفين كده. وبنسنده عشان بيبقى سايب من بعضه شوية. يعني شايفين اللون جميل ازاي؟ طبعا دي اكلة بقى سريعة وجميلة وتنويع برضو. شايفين كله بقى لحد ما ينتهي المقدار بالطريقة اللي عملتها دي. بنحط بقى، بنحط خس كابوتشا كده خفيف كده، وبنحط العصاج اللي احنا عملناه،
طبعا اي حشوات بقى زي ما انتوا عاوزين، والسلطة اللي احنا عملناها مع حضراتكم، والجبنة الشيدر فوق الوش، وممكن نحط ايه مايونيز كاتشب زي ما انتوا عاوزين بقى، او تاكلوه جنبيها، وتاكلوه جنب بطاطس محمرة وكده. وان شاء الله الاكلة تعجبكم، وتاكلوها بالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.